هناك مخدر اكتشف في سوريا وسط الجماعات الإرهابية. مصدر هذا المخدر مختبر اللي هي الحلف الأطلسي، ومخدر يخرج الجندي من طبيعته البشرية إلى طبيعة حيوانية شرسة، وهي ماذا تسربت إلى الجزائر. هو تصريح خطير أدلى به وزير الشؤون الدينية الذي كشف عن وجود مخدر يخرج الذي يتعاطاه من الطبيعة البشرية إلى الحيوانية، وقد تم العثور عليه في المناطق الدامية في سوريا، والآن يروج في صفوف الشباب الجزائري الذي أصبح يواجه رجال الأمن والوالدين وحتى الإمام دون هوادة أو خوف. والخطير في تصريحات محمد عيسى هو حديثه عن أن صناعة هذه الأدوية توجد في أحد دول الحلف الأطلسي بغرض تشتيت العالم الإسلامي، والمقصود في هذه المرحلة هي الجزائر التي يراد تقسيمها إلى نحل وطوائف. وقد أشاد المسؤول الأول على قطاع الشؤون الدينية بالدور الذي لعبه الأئمة في العشية السوداء، وهو ما جعل هيئة الأمم المتحدة تدرج التجربة الجزائرية كنموذج لاجتثاث التطرف في تهدئة الخواطر الذي جسدته سياسة السلم والمصالحة الوطنية. محمد عيسى كان جريئا وذهب بعيدا عندما ربط تهدئة الخواطر في العالم بإعادة القدس إلى فلسطين، حينها سيهب أئمة العالم الإسلامي إلى اجتثاث التطرف العنيف. ولا تهدأ خواطر العالم الإسلامي قبل أن تحل مشكلة فلسطين وأن يعود القدس عاصمة لدولة فلسطين. هذه هي المعادلة العالمية التي أصبحنا نقولها بملء فينا بناء على تجربتكم، ونقول لهم إذا هدأتم خواطر المسلمين بأن أرجعتم إلى فلسطين حقها، فإن أئمة العالم سيجدون الطريق من أجل اجتثاث التطرف. قال الوزير أنه لا يعترف بوجود سوى إمام بدون تسمية إخواني أو سلفي أو صوفي، مدرجا الأئمة الذين لا يقومون بمهامهم بأمانة في خانة آكلي السحت.